خلصت كل وصفات الفراخ ونفسك في وصفة مميزة وتتبيلة سهلة تعملي بيها ألذ فراخ لو عندك عزومة. يلا بينا الأول هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونقول اللهم بارك. أول حاجة يا ست الكل هتعمليها هتجيبي إيه؟ يعني وليكن معاكي فرخة كاملة أو 4 وراك. هتجيبي حباية كبيرة من البصل وحبايتين من الطماطم ونص حباية من الشطة الحمراء وحباية كبيرة من الفلفل الأخضر. حلو الكلام، هتجيبي بقى الكلام ده كله تحطيه في الخلاط. تتبيلة سهلة ومميزة مفيش أسهل منها ومكوناتها موجودة عندك إن شاء الله في تلاجتك. أهم حاجة بقى يا ست الكل ما تنسيش علشان خاطر تشغلي الخلاط على المكونات اللي هتحطيها تضيفي نص كوباية من المية، وكمان هتضيفي ليمونة كبيرة. هتقسمي الليمونة نصين وتشيلي منها البذر وتسيبيها بالقشر عادي، ما عندناش أي مشكلة. وهتاخدي المكونات الجميلة دي وتضربيها في الخلاط، أيوة في الخلاط. بس الأول بفكرك لو بتشوفي القناة بتاعتنا لأول مرة يا ريت تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الإشعارات للكل علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا اللي بننزلها إن شاء الله. بصي بقى على طول هتضربي المكونات لحد لما تكون ناعمة معاكي، يعني خلطة سايلة وسهلة وبسيطة. وهنضيف عليها شوية إضافات بسيطة جدا تحلي كمان من طعم الفراخ. بسم الله. أيوة تمام زي ما انت شايفة هو ده القوام بتاع الخلطة. بعد كده هتضيفي معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. ركزي بقى في المكونات الجاية وتقدري بقى ايه تشيلي وتحطي اللي نفسك فيه من المكونات الجاية، لكن اللي حطيناهم دول أساسيين. هتضيفي معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، وكمان هتضيفي رشة بسيطة من السكر علشان خاطر بقى الطماطم والبهارات اللي هنضيفها على الفراخ تظبط معانا. وكمان هتضيفي معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. بهارات الفراخ احنا بنعملها عندنا في المطبخ، لو ما عندكيش تقدري تجيبي بهارات فراخ من عند العطار. كويسة جدا، بتكون فيها مجموعة أعشاب كده وتوابل حلوة أوي. بعد ما حطينا بهارات الفراخ كمان هحط معلقة كبيرة من المستردة. ما بتحبش المستردة استغنى عنها، بس بصراحة بتفرق جدا في طعم الفراخ. هتضيفي كمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم، طبعا بيخلي لون الفراخ مميز وكمان بيديها طعم حلو قوي. هتقلبي يا ست الكل كل المكونات دي مع بعضها كويس، هي دي بس مكونات التتبيله. اه والله شفت سهله ازاي. بعد كده طبعا الفراخ اللي عندك تكوني غسلاها غسله كويسه جدا ومصفياها من الميه وما فيهاش اي ميه خالص. هتحطي بقى عليها التتبيله بالشكل ده وتقلبي الفراخ بتاعتك كويس جدا مع التتبيله وتتاكد ان كل قطعه من قطع الفراخ اتغلفت حلو قوي. طبعا انا مضاعفه كميه التتبيله علشان خاطر احنا معانا كميه فراخ ما شاء الله يعني كبيره، عندنا وجبات اطعام. خلاص تبلنا الفراخ سيبناها 3 4 ساعات في التتبيله، جاهزين على طول ان احنا نسوي. هتولعي الفرن على اعلى درجه حراره. وطبعا كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وادعوا لنا يا جماعه ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض ويفك كربنا يا رب وكرب المسلمين ويحفظهم في كل مكان. بص يا ست الكل، بعد ما ولعت الفرن على اعلى درجه حراره هتحطي الفراخ في الصينيه وهتغطيها بورق حراري، مهم جدا تغطيها علشان خاطر تستوي معاكي كويس. وهتحطيها في الفرن وهتسيبيها نص ساعة أو ساعة إلا ربع على أعلى درجة حرارة. بعد كده هتشوفي الفراخ إيه الأخبار، تهدي عليها النار شوية لحد لما تستوي. في الوقت ده على ما تستوي الفراخ هنكون عملنا جنبها شوية رز بسمتي بقى إيه خطير. حلة على النار فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة يسخنوا حلو. معاكي بصلية كبيرة كده فرماها في الكبة أو بشرها على إيدك على المبشرة أي حاجة بقى. الزيت والسمنة يسخنوا على طول هتضيفي البصلة وهتضيفي معاها نص معلقة صغيرة من السكر. بصي شوية السكر اللي بتحطهم تكرمليهم مع البصلة دول بيفرقوا جدا في طعم الرز البسمتي. لو ما جربتيش رشة السكر على الرز البسمتي وانت بتعمليه جربيها. هنضيف شوية توابل بسيطة جدا برضو هتنكه لنا الرز كده وطعمه يكون أفضل من اللي بنجيبه من المطاعم كمان. أصلا ريحة البصلة مع شوية السكر والسمنة والزيت والله لوحدها خطيرة. بصوا بقى الجمال، تعالي هقولك البهارات اللي هتضيفيها على الرز وتقدري تستغني عن. بصي يا جماعة من الآخر التوابل والبهارات اللي أنا بضيفها دي مش أساسية. اللي انت بتحبي تضيفيه على الأكل ضيفيه، واللي بتحبي تستغني عنه استغني عنه عادي. أنا ضفت معلقة صغيرة من البهارات المشكلة. ضفت كمان معلقة كبيرة من بهارات الكبسة ودي جايبينها من عند العطار عادي اللي هي بهارات الرز البسمتي. ضفت كمان نص معلقة صغيرة من لون الزعفران علشان خاطر بس يخلي لون الرز كده أصفر وجميل. اول ما ريحه التوابل ظهرت هضيف كميه الرز اللي انا عاملاها في الحله ما شاء الله. وهدي الرز تقلبتين 3 كده مع البصله وباقي المكونات. وجنبي ميه سخنه بقى هحط على الرز كميه الميه المناسبه ما شاء الله. الرز البسمتي بياخد ميه زياده شويه عن الرز المصري كلنا عارفين كده طبعا.
بس أهم حاجة الرز البسمتي الواحد ما بيخافش بقى، يعني حتى اللي ما بتعرفش تعمل رز، الرز البسمتي هيطلع معاها مضبوط. امشي بس كده بالخطوات اللي إحنا عملناها والمكونات اللي ضفناها، ما شاء الله هتاخدي شوية رز بسمتي خطير. نضبّط المَيّة كويس بقى ونضبّط الملح. أيوه، نضبط بقى الملح بتاعنا، وخدي بالِك لو أنتِ حاطة مكعبات مرقة أو كده بيكون فيها ملح شوية، فما تحدّقيش الدنيا يعني. هاغطّي بقى على الرز واسيبه على نار عالية لحد لمّا يتشرّب كل كمية المَيّة الموجودة فيه، نار عالية ما تهدّيش النار. مجرّد ما يتشرّب المَيّة هتبدئي إنِّك تهدّي. أهم حاجة غطّي بقى على الرز وسيبيه يعيش بقى إيه حياته. وعايزة أقول لِك ريحة مطبخِك بقى بريحة الفراخ اللي في الفرن والرز اللي على البوتاجاز، يا سلام! إيه الجمال ده كلّه، إيه جمال الأكل وحلاوته ده يا ولاد. بُصّي على الرز بتاعنا وجماله بعد ما اتشرّب أغلب كمية المَيّة، يا نهاري على الجمال. بُصّوا لسه في نسبة مَيّة بسيطة بس، خلاص مجرّد ما يتشرّبها هاهدّي عليه النار واسيبه بقى يتشرّب براحته. في الوقت ده خلاص كُنّا كشفنا على الفراخ بقى، شِلنا من فوقها الورق الحريري وسِبناها تتحمّر علشان تاخد معانا اللون الخطير اللي هتشوفيه ده. بُصّي، بُصّي، بُصّي لي على الفراخ كده ومَلّي قلبِك ومَلّي نظرِك، ويا سلام لو أنتِ معانا وتشمّي ريحة الفراخ دي قد إيه خطيرة وطعمة جدًا، برغم إن تتبيلتها مميزة وبسيطة، بس طعمها خطير. بُصّوا الجمال، طبعًا إحنا معانا كمية كبيرة، أنا باسوي صينية وبانقلها في طبق واسع، وبارجع أحط كمية فراخ تانية وباسويها وارجع أحطها كمان في نفس الطبق، علشان خاطر ننجز وقت ما شاء الله. اليوم اللي بيكون عندنا عدد وجبات فيه كتير، يعني تقريبًا كده بنبدأ طبخ على الساعة 11:00، 11:30، علشان خاطر ننجز بس وقت. وهنا ما شاء الله الرز استوى وزي الفل. تعالي بقى أقول لِك قدّمنا إيه معاهم، رز بسمتي وفراخ مشوية يعني طحينة، على طول كده، ورز بسمتي يعني سلطة دكوس. تمام. فجهّزنا بقى ما شاء الله علب سلطة الدكوس وعلب الطحينة، فربنا يا رب يطعم من أطعم اليتامى النهارده وربنا يتقبّل منهم. بُصّي بقى شكل الوجبة وجمالها، حطينا كفتة كمان، يعني الوجبة فيها كفتة وربع فرخة ورز بسمتي وعلبة طحينة وعلبة دكوس وكان في بلح. فربنا يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال. وما تنسوش يا جماعة تدعوا للي اتبرّعوا بالوجبات دي النهارده لليتامى، إن ربنا يا رب يخلف عليهم بالحلال ويفرّحهم زي ما فرّحوا الأطفال بالوجبات البسيطة دي. وما شاء الله أصلًا يعني أهم حاجة بتبسطني إن الأكل بيعجبهم، على طول كده بيبعتوا لنا الله أكلكم جميل، تسلم إيديكم. فدي من الحاجات اللي بتفرّحني جدًا، ربنا يفرّح قلوبكم ويفرّح قلوبنا يا رب عاجلًا غير آجلًا يا رب، ويصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، ويطمّنا على أخواتنا اللي في دول الخليج كلّهم. وربنا يعدّي الفترة دي على خير يا رب. قولوا لنا بقى إيه أفكار تحت في الكومنتات، قولوا لنا أفكار كده، يعني ناخد منكم أفكار شوية، أنا بادّيكم أفكار وأنتم ادّوني أفكار. الوجبات الجاية حابين تطلع معانا إيه، ويا رب دايمًا كل اللي أقدّمه يعجبكم يا جماعة، ودعواتكم ليّا بالشفا وربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، والسلام عليكم.